في أمراض كتير في عصرنا الحالي ما كانتش بتظهر تماما أيام أجدادنا، وبدأت تظهر في الجيل ده بقوة وشراسة، منها تكيسات المبايض. تكيسات المبايض في ناس كتير فاكرة إن هي مشكلة أو قصور في هرمونات الأنثوية، وده مش صح تماما. هو ممكن القصور ده يبقى بقى في هرمونات الأنثوية بس ممكن يكون مش في مشكلة في الكورتيزول أو في مقاومة إنسولين أو في مشكلة في الغدة. كل دول هيؤدوا إلى تكيسات المبايض. وكمان زيادة الوزن وتناول السكر الأبيض والدقيق والزيوت المهدرجة هي اللي بتؤدي لتكيسات المبايض. عشان كده احنا بنساعدك عشان تعملي نظام غذائي انك تقللي تكيسات المبايض وتقدري تحاربيها تماما وتعيشي بصحة وبسلام. لو عايزة تعرفي ايه الطرق ابعتيلي تحت في الكومنتس، هنقدر نعملك نظام لو عندك المشكلة دي هيساعدك وهيريحك تماما من تكيسات المبايض. شكرا وباي.